فيديو النهاردة لخصت لكم فيه أول حلقتين من حكاية بطلنا ويل. لو شفت الحلقة الأولى ممكن تبدأ من الدقيقة دي للحلقة التانية على طول. ولو لسه مشتركتش انزل واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. واكتبوا لنا في الكومنتات نكمل في الحكاية دي ولا لأ، واقترحوا علينا أنميات تانية نلخصها معاكم. ويلا بينا نبدأ حكايتنا. في فصل من فصول الأكاديمية بنشوف الأستاذ إدوارد بيشرح للطلاب أساسيات استخدام التعاويذ السحرية، وبعد ما بيخلص الشرح بينادي على بطلنا ويل اللي كان مشغول وهو بيكتب ملاحظاته جنب الوحش المستدعى بتاعه كيكي. لما ويل لاحظ إن إدوارد بينادي عليه قام بسرعة وراح ناحيته. إدوارد قال له: أنا بنادي عليك من ساعة علشان تيجي عند السبورة. فويل قال لنفسه بإحباط إن اليوم باين عليه مش هيبقى يوم كويس خالص. خلال ثواني ويل كان واقف جنب إدوارد وقدامه شوية مكونات. إدوارد طلب منه يستخدم تعويذة النار. ويل بتردد واضح استخدم تعويذة النار على المكونات، لكن مفيش أي حاجة حصلت. بعد لحظات من الصمت ضحك معظم الطلاب عليه لأنه مش عارف يستخدم أبسط تعويذة. إدوارد سكت وبصله باحتقار وقال له: أنا مش عارف إزاي شخص عديم الفايدة زيك انضم لأفضل أكاديميات السحر. في اللحظة دي واحد من الطلاب اللي موجودين استخدم تعويذة النار واتضح إن اسمه سيون. إدوارد طلب منه ما يتصرفش من غير إذن مرة تانية. سيون اعتذر له وقال له بسخرية: أصل ويل مش في أفضل حالاته النهاردة، فحبيت أساعده مش أكتر. إدوارد رد عليه باستخدام تعويذة جديدة حولت النار لجليد، وشرح للطلاب إن السحر هو كل حاجة في عالمهم، وإن شخص عديم الموهبة زي ويل اللي ما يعرفش يستخدم أي تعويذة ملوش حق يكون موجود معاهم. بعد المحاضرة ويل شكر ربنا إن المحاضرة، أو بالأصح حفلة التنمر عليه، انتهت بسلام. لكن فجأة ظهروا معاه اتنين من زميلاته وسخروا منه تاني. واحد منهم قال له: سمعت إنك بتقضي وقتك كله في الزنزانة، إزاي قادر تقضي وقت بالطريقة المهينة دي؟ في اللحظة دي ظهرت بنت معاهم في الفصل اسمها كولت ودفعت عن ويل. قالت له: ويل ده شخص لطيف جدا ومجتهد أكتر من أي حد تاني، ويا ريت ما تسخرش منه تاني. سيون ضحك بسخرية وقال: اللطف والاجتهاد مش هيخلوه ساحر متميز أبدا. وطلب من ويل يسمع كلام الأستاذ إدوارد ويسيب الأكاديمية أحسن. لما إسيون مشي كولت حاولت تواسي ويل وطلبت منه ما يشغلش باله بكلام سيون ولا إدوارد. ويل ابتسم وشكرها وقال لها إنه مش مهتم بكلامهم، وإنه محظوظ إن في بنت جميلة زيها مهتمة بيه. كولت اتصدمت واتكسفت من كلامه وطلبت منه يبطل الكلام ده عشان محدش يفهمه غلط. ويل رد عليها: ما قلتش حاجة غلط. وقال لها إنه متعلم من صغره إنه لازم يمدح البنات. من الناحية التانية كولت حاولت تهدي نفسها بعد ما ويل فاجئها بكلامه، وبينهم كان في جو مش بسيط. لما كولت لاحظت إن ويل سرحان وهو باصص للسماء سألته: سرحان في إيه؟ رد عليها: كنت بفكر قد إيه السما جميلة النهاردة. ردت عليه: عندك حق، خصوصا إننا قادرين نشوف برج السحرة الأسطوريين. بعدها بنرجع للماضي وبنعرف إن زمان كان العالم تحت سيطرة كائن قوي جدا، وكانت الغيوم في كل مكان، والناس عايشين في ظلام وما يعرفوش شكل الشمس، لحد ما ظهر خمسة من السحرة الأسطوريين اللي قتلوا الوحش وهزموه ورجعوا النور والسلام للعالم. ومن وقتها بقى لقب الساحر الأسطوري بيروح لأقوى السحرة في العالم. نرجع للحاضر ونشوف كولت وهي بصت على قمة البرج وبتسأل وايل: تفتكر الساحرة الأسطورية فينا بتبص علينا دلوقتي؟ وايل رد عليها: أكيد قاعدة جنب الشباك دلوقتي وبتراقب بهدوء. في اللحظة دي وايل رجع لذكرياته وبنشوفه وهو صغير قاعد مع بنت ماسكة كتاب واسمها إلفي. إلفي بتحكي له عن النجوم والشمس والقمر ومشهد الغروب اللي جماله ملهوش مثيل، وبتعرفوا إنهم يقدروا يشوفوا كل الحاجات دي لو قدروا يبقوا سحرة أسطوريين ويطلعوا لقمة برج السحر، واللي بوعدها إنهم هيبقوا سحرة أسطوريين ويطلعوا لقمة البرج سوا. وبرغم إن كل ده كان مجرد وعد بين أطفال، إلا إن إلفي كانت موهوبة جدا وبقت أصغر سحرة أسطورية في التاريخ وحققت الوعد ده. على الجانب التاني بطلنا ويل فشل وما قدرش يستخدم السحر أساسا، وعلشان كده هو بيعاني علشان يحقق وعده لإلفي. بنرجع للحاضر في أوضة الأستاذ جريم اللي بيوبخه لأنه دخل للمستوى السابع في الزنزانة لوحده
وبيقول له إن تهوره ده هيكون السبب في موته في يوم من الأيام. ويل بيعتذر بشدة وبيسأله هل هيقدر ياخد مكافأة على صيده للوحوش ولا لأ. بعد شوية انتظار جرام بيبلغه إنه هيكسب نقطتين على صيده للحارس الشرير، وبيسأله إذا كان لسه مصر إنه يبقى ساحر أسطوري. ويل بيرد إنه عايز يحقق حلمه. جرام بيجاوبه إنه قبل ما يوصل لبرج السحر أصلا لازم يتخرج من الأكاديمية، وده محتاج نقاط مكافأة كتير جدا، وبما إنه ما بيعرفش يستخدم السحر فده هيضيع عليه نقاط كتير، وتخرجه من الأكاديمية هيبقى شبه مستحيل. ويل بيجاوب إنه عارف، وعلشان كده هو بيصطاد الوحوش علشان يعوض النقاط اللي خسرها. جرام بيقول له أنا مش عايز أحبطك، بس فكرة إنك تبقى ساحر بالنقاط العملية بس مستحيلة. لما جرام لاحظ اليأس على وش ويل غير الموضوع وطلب منه يركز على التخرج الأول وبعد كده يحقق حلمه. وبما إنه مجمعش ولا نقطة في الامتحانات اللي فاتت فلازم يجمع نقاط كتير قبل ما الأسبوع يخلص، وإلا هيتفصل من الأكاديمية. ويل مسك الكتاب اللي معاه وفضل يقلب فيه زي المجنون علشان يلاقي وحش يقدر يصطاده ويديه نقاط كتيرة. في الوقت ده جرام بيعمل إنه بيكلم نفسه وبيقول لويل إن في وحش في المستوى السادس يقدر يجمع منه النقاط اللي محتاجها. ويل احتضنه بكل عفوية وشكروا على مساعدته ليه طول الوقت ده. لحد هنا الأمور كانت ماشية تمام بالنسبة لويل، بما إنه ضامن إنه هيجمع النقاط اللي محتاجها، لكن ما كانش يعرف إن سيون كان موجود بره المكتب وسمع الحوار اللي دار بينه وبين جرام. سيون قرر إنه هيقتل الوحش قبل ويل علشان يمنعه إنه ياخد النقاط وبكده يتفصل من الأكاديمية. بالليل بنشوف ويل ماشي في الزنزانة وهو سعيد بعد ما ضمن مستقبله، وبيبص لكيكي اللي مش عاجبها الوضع. ويل طمأنها وقال لها إنه يقدر يتعامل مع الوحوش بما إنه واجههم قبل كده وعارف تحركاتهم، وطلب منها تستخدم حاسة الشم بتاعتها علشان توجهه لمكان الوحوش. على الجانب التاني بنشوف أسيون وزمايله ماشيين في الزنزانة. سيون قال لهم مش محتاجين للفاشل ده في الأكاديمية لأنه بيسيء لسمعتنا، وعلشان كده هنقتل الوحش اللي هو عايز يصطاده ونخليه يتفصل من الأكاديمية ونتخلص منه. واحد من زمايله قال له مش خطير إننا نبقى موجودين لوحدنا في المستوى السادس من الزنزانة، لكن سيون بص له بغضب وقال له أنت مستهين بقوتي ولا إيه؟ وكمل طريقه وهو متضايق لأن زمايله بيشكوا في قوته بسبب تصرفات ويل الفاشل، فجمع وشه علشان ينفذ خطته وطلب منهم يدوروا على الوحش. لكن فجأة الوحش ظهر قدامهم وملامح الخوف والرعب سيطرت عليهم. في نفس الوقت ويل كان قاعد بياكل بهدوء قبل ما يكمل بحثه عن الوحش، لكنه سمع صوت صرخات فجرى بسرعة علشان يشوف مصدر الصرخات دي. خلال ثواني وصل لمكان الصوت ولقى سيون واقع على الأرض وبيموت من الرعب وهو بيواجه وحش ضخم. ويل اتصدم لما شاف الوحش وسأل نفسه باستغراب إيه اللي جاب الوحش ده هنا، ونعرف إن الوحش ده اسمه الحارس الشرير ومكانه في المستويات الأقل اللي الوحوش فيها أقوى. سيون بيكمل هجماته اليائسة على الوحش، لكن كل طلقاته النارية ما بتأثرش فيه، والوحش بيكمل يقدمه ناحية سيون بكل هدوء. وقتها ويل قرر إنه لازم ينقذ سيون، لكنه وقف للحظات وسأل نفسه هل في سبب يخليه يخاطر بحياته وينقذ سيون؟ ومرت قدام عينه كل المواقف اللي سيون كان بيتنمر عليه فيها وبيسخر منه. فكر لو سابه وهرب هيخلص من سيون وتنمره بسهولة، لكنه افتكر ابتسامة إلفي وهي بتديله نظارته وبتقوله إنه أشجع ولطف شخص قابلته. في اللحظة دي ويل تخلص من تردده وقرر ينقذ سيون، مش لأنه شجاع ولا حاجة، لكن علشان يكون عند حسن ظن إلفي، لأنه في النهاية مجرد شخص عادي. في الوقت ده كان الوحش على وشك إنه يسحق سيون تماما، لكن ويل تدخل في آخر لحظة ونجح إنه يصد الهجوم. في الأكاديمية إدوارد دخل مكتب جرام بسرعة
وجرام سأله في إيه. إدوارد عرفوا إن سيون وأصحابه دخلوا الزنزانة من غير إذن، وطلب منه يساعده في البحث عنهم. جرام استفسر عن المستوى اللي هم فيه، وإدوارد رد إنهم في المستوى السادس. جرام قال له بكل هدوء إنه مفيش داعي للقلق علشان ويل موجود هناك، وبدأ يستخدم السحر على البلورة اللي جنبه علشان ينقله اللي بيحصل في الزنزانة من منظور كيكي. نرجع لويل اللي كان مشتبك مع الوحش في قتال عنيف جدا، وعلى الرغم من قوة ضربات الوحش المدمرة، ويل قدر يتصدى ليها ويتفاداها بمهارة بفضل سرعته الكبيرة. في وسط القتال الملحمي، ويل نجح في تفادي هجوم قاتل من الوحش وضربه وجرح إيده، فزود ده غضب الوحش وشراسته وهاجم ويل بقوة أكبر. لكن ويل صد الهجوم ببراعة وابتعد عن الوحش. في اللحظة دي الوحش غرس سيفه في الأرض ورمى كتلة صخرية على ويل، لكن ويل تفاعل بسرعة وجري نحو الوحش، مستغلا الغبار الناتج عن تحطم الصخور علشان يباغته، وهاجم بقوة أكبر وغرس سيفه في كتفه. سيون وإدوارد كانوا مذهولين ومش مصدقين إن الشخص اللي قدامهم ده هو ويل اللي كانوا بيسخروا منه طول الوقت. جرام شرح لإدوارد إن ويل عنده قوة خارقة مفيش ساحر بيمتلكها، وجسمه صلب بيتحمل أقوى الهجمات، بالإضافة لموهبته القتالية اللي بتخليه يحلل أي هجوم بمجرد ما يشوفه مرة واحدة. وعلى الرغم من إن ويل ما عندوش قدرات سحرية، إلا إن مهاراته القتالية خلته يبقى القاتل الوحيد في عالم السحرة اللي هم عايشين فيه. مع نهاية الكلام بنشوف ويل اللي بيواجه الوحش بخفة مذهلة، وبفضل سرعته نجح إنه يقطع دراع الوحش اللي ماسك بيها السيف. الوحش تراجع للخلف من الألم بعد ما إيده اتقطعت، وويل راح بهدوء ناحية سيفه الضخم وسحبه بسرعة ووجهه نحو الوحش اللي هاجم بشراسة وغضب، وبدأ يطلق شعاع سحري في اتجاه ويل. لكن ويل استخدم السيف علشان يصد الهجوم، وبضربة واحدة مدمرة قطع الوحش نصين وطار رأسه. بعد الغبار ما بدأ يختفي، ويل طمأن على سيون اللي كان بيعض شفايفه لحد ما نزل منها دم من الندم. وعلى الجانب التاني بنشوف إدوارد اللي كان رد فعله مش مختلف كتير عن سيون. إدوارد خرج من مكتب جرام وهو غاضب ومش مقتنع باللي شافه، ومصر على رأيه إن ويل ملوش أي لازمة في الأكاديمية. وفي اليوم التالي بنشوف ويل في مكتب جرام اللي بيوبخه علشان تجاهل نصيحته وتصرف بتهور تاني. لكن ويل بينسى كل ده لما جرام بيديه له النقاط اللي هتنقذه من إنه يتفصل من الأكاديمية. بنرجع بالزمن 5 سنين ونشوف ويل وهو عنده 10 سنين في بداية انضمامه للأكاديمية، وكان حاسس باليأس لأن كل التلاميذ بيسخروا منه بسبب إنه ما عندوش سحر، وإنه انضم للأكاديمية بسبب علاقته بالساحرة الأسطورية إلفي. بعد شوية بنلاقي ويل وجرام واقفين في مكتب مديرة الأكاديمية اللي اسمها كالدرون. كالدرون بتدي ويل خنجر صغير، بعدها بتهاجمه بتعويذ من كل مكان، لكن ويل بيدمر كل التعويذات بمهارة شديدة، ووسط صدمة جرام اللي وقع على الأرض من الصدمة وهو مش مصدق اللي بيحصل قدامه. كالدرون بتضحك وبتقول لجرام إنها هتسمح لويل يكمل دراسته في الأكاديمية ومش هتفصله. جرام سألها إذا كانت متأكدة من قرارها، لأن ويل ما عندوش أي سحر، ده غير إن كل اللي في الأكاديمية معرضين وجوده. كالدرون شرحت له إن وجود ويل هيكون حاجة مثيرة للاهتمام، لإنها أول مرة تشوف سياف زيه وعايز يبقى ساحر. ويل سألها وهو بيبكي إذا كان هيقدر يبقى ماجيا زي إلفي لو كمل دراسته في الأكاديمية. كالدرون جاوبته إنه مجتهد وعنده إصرار قوي، وفي احتمال إنه يقدر يحقق حلمه. بعد ما خرجوا من المكتب، كالدرون قالت لنفسها بحماس: يا ترى إيه اللي مستني ويل وحلمه؟
نرجع للحاضر ونشوف ويل قاعد في محاضرة جرام اللي بيشرح للطلاب إن في طريقين للوصول لقمة برج السحر والحصول على لقب ماجيا. الطريق الأول هو إنهم يخترعوا نوع جديد من السحر، والطريق التاني هو إنهم يجمعوا 7 متيمين النقطة خلال فترة دراستهم في الأكاديمية. وبما إن اختراع نوع جديد من السحر حاجة صعبة جدا ومحدش قدر يحققها غير عدد قليل من الطلاب، فمعظمهم بيحاولوا يجمعوا النقاط، لكن كل الطلاب اللي قدامه نقاطهم قليلة جدا لدرجة إنهم على وشك الفصل من الأكاديمية. جرام بدأ محاضرة طويلة بيشرح فيها إزاي يتخلصوا من الموقف اللي هم فيه. بعد المحاضرة بنشوف ويل ماشي متعب وكيكيليتي جنبه، وبتسأله إزاي بيحضر المحاضرات دي بالرغم من إنه جمع كل النقاط الممكنة من الاختبارات النظرية. ويل جوابها إنه ما جمعش ولا نقطة من الاختبارات السحرية، وعلشان كده هو مضطر يحضر المحاضرات دي، غير إن جرام شخص لطيف جدا وبيساعده طول الوقت، على عكس باقي المدرسين اللي ما بيهتموش بأمره أساسا. كيكالت قالت له: عندك حق، خصوصا الأستاذ إدوارد اللي بيحاول يطردك من الأكاديمية بأي شكل. وهما ماشيين في الطريق بيلاقوا مجموعة من الطلاب واقفين، وواحد من أصحاب سيون بيحكي لهم إن سيون نجح في هزيمة الحارس الشرير في الزنزانة لوحده. الطلاب كانوا منبهرين، لكن سيون كان منزعج لأنه عارف إن كل ده كاذب. أول ما لمح ويل وهو معدي من قدامه قام من مكانه بغضب وجري عليه وامسكه من رقبته وقال له: إزاي واحد عديم الموهبة وحقير زيك؟ وقبل ما يكمل كاكلت تدخلت ووقفت بينهم وسألته بغضب: عايز إيه من ويل؟ استفادتك من مضايقته طول الوقت. في اللحظة دي سيون ساب ويل ومشي من المكان وهو غاضب وحاسس بالهزيمة قدام ويل اللي المفروض إنه أقل منه. كاكلت سألت ويل باستغراب إذا كان في سبب لتصرف سيون الغريب ده. ويل جاوبها إنه ما يعرفش حاجة بخصوصه. بعد كده بنروح لمكتب المديرة كادرون، وبنشوف إدوارد بيطلب منها إنها تفصل ويل من الأكاديمية. كادرون استفسرت منه عن سبب طلبه ده، وخصوصا إن ويل في آخر سنة ليه في الأكاديمية وكلها مسألة وقت قبل ما يسيب الأكاديمية أساساً. إدوارد شرح لها إنه مفيش داعي لوجود شخص زي ويل في الأكاديمية، خصوصاً إنه سياف مش ساحر. وقتها كادرون طلعت ملف ويل ووضحت لإدوارد إن درجات ويل ممتازة جداً بغض النظر عن إنه ما بيقدرش يستخدم السحر، وبمستواه الحالي يقدر يبقى صانع أدوات سحرية أو باحث، ومن رأيها إنه مفيش داعي للتخلص من شخص موهوب زيه. فبيعترض إدوارد على كلامها لأن هدف ويل الوحيد هو إنه يبقى ماجيا، وما بيفكرش إنه يبقى باحث أو زي ما هي بتقول، ودي من وجهة نظره مشكلة. بترد عليه كادرون إنه طالما مش مقتنع فهي تسمح له إنه يختبر ويل بنفسه، وخصوصا إنه عارف قدرته الحقيقية، ومش هتعترض على قرار فصله لو فشل في الاختبار، لكن لو نجح فهي مش عايزاه يفكر في الموضوع ده تاني. إدوارد بيسألها لو هي متأكدة لأنه مش هيتساهل مع ويل زي جرام. بتجاوبه إنها ما عندهاش أي مشكلة وهتسيبه يحدد نوع الاختبار براحته. وبمجرد ما إدوارد يخرج من المكتب كالدرون بتقول في نفسها إن إدوارد هو الشخص المناسب لاختبار ويل بما إنه أكتر واحد عارف قيمة لقب ماجيا. بنروح لويل اللي بيشكر كولت إنها ساعدته في فتح خزينته السحرية، وكولت بتبصله وبتقوله: أنت ما اتغيرتش خالص من ساعة ما دخلت الأكاديمية لحد دلوقتي. ويل بيأكد على كلامها وبيشرح لها إن الأكاديمية مش بتسمح له يشيل سيفه معاه لو رجع للسكن، فمش هيقدر يهم حاجة بسبب وجود زمايله. بعد ما بيجمع ويل كتبه بنلاقيهم قاعدين في المكتبة. ويل بيقرأ الكتاب بتاعه بكل تركيز وبيكتب ملاحظاته على المعركة اللي حصلت بين الأقزام والسحرة في الماضي
بسبب سوء معاملة السحرة للأقزام. كولت بتسأله بتعجب لأنه ذاكر الجزء الأول ده قبل كده، فبيفهمها إنه بيراجعه من وجهة نظر الأقزام مش أكتر. بترد عليه: طريقتك في الكتابة أحسن منهم بكتير، ومفيش داعي تبذل كل المجهود ده. فبيشرح لها إنه ما يقدرش يخسر أي نقطة، وإلا مش هيعرف يتخرج من الأكاديمية، خصوصا إنه ما بيعرفش يستخدم السحر، وكمان إنه متفاهم شعور الأقزام، خصوصا إصرارهم وعدم استسلامهم في مواجهة السحرة اللي أقوى منهم. وهما بيتكلموا، كولت بتلاحظ شعرة بيضة في راس ويل، فبتطلب منه إنه يشيلها، لكنه بيرفض. كولت بتصر إنها تشيل الشعرة البيضة بنفسها، وبيقطع كلامهم صوت إدوارد اللي بيسألهم باستغراب: بتعملوا إيه هنا؟ كولت بترد عليه بارتباك إنهم كانوا بيذاكروا. فإدوارد بيبص لويل وبيطلب منه يمشي وراه لقاعة التعويذات لوحده. ولما يوصلوا قاعة التعويذات، إدوارد بيقول لويل إنه قرر يديله درس إضافي بما إنه بيفشل في اختبار السحر كل مرة. ويل بيسأله إذا كان الدرس هيكون مخصوص ليه هو لوحده، فإدوارد بيجاوب إنه كلامه صح، وأول حاجة هيعملها إنه يحدد إذا كان ويل يستحق وقته ولا لأ. وبيضرب تعويذة سحرية جنبه، وبيعرفوا إنه كل المطلوب منه إنه يصيبه بضربة واحدة بس، ولو نجح هيحصل على 5 نقاط، ولو خسر فهيكون مصيره الطرد من الأكاديمية، ومفيش قدامه خيار لو رفض الاختبار ده. وبيقول له إن الأشخاص اللي ما بيقدروش يستخدموا السحر مالهمش أي مكان في الأكاديمية بتاعتهم. ومع نهاية كلامه بيطلق تعويذة سحرية تحت رجل ويل بالظبط. وفي الجانب التاني بنشوف جرام اللي لسه واصل لمكتب كالدرون، وبيسألها عن سبب استدعائها ليه. بتجاوبه إنها حبت تعرفوا تطور الأحداث مش أكتر، وبإشارة من إيديها بتظهر نفذة سحرية بتنقلها للاختبار اللي ويل بيتعرض له. جرام بيسألها باستغراب: إيه معنى اللي بيحصل ده؟ كالدرون بتشرح لجرام إن إدوارد بيختبر ويل زي ما هي سمحت لويل إنه يكمل دراسته في الأكاديمية بناء على اقتراحه، فكان لازم إنها تسمع اقتراح إدوارد اللي مصر على إنه يفصل ويل. وعلشان كده طلبت من إدوارد إنه يختبر إذا كان ويل يستحق يبقى ماجيا ولا لأ. جرام بيقول لها إن ده قرار قاسي جدا بالنسبة لويل، لأن رغم فشل إدوارد في إنه يبقى ماجيا، إلا إنه من السحرة القليلين اللي وصلوا لقمة برج السحر. في اللحظة دي بنشوف ويل وهو بيتفادى هجمات إدوارد، وبين عليه التعب والإرهاق، وبيقول لنفسه إن إدوارد بيستخدم أضعف التعويذات السحرية، لكن القوة الناتجة عنها خيالية جدا. وبسرعة ويل بيتحرك من مكانه وبيجري ناحيته وبينط في الهواء ويسدد له ركلة قوية جدا، لكن إدوارد بيكون عامل حاجز سحري حواليه علشان يصد الهجوم، وبيقول له مفيش حد غيرك هيكون غبي ويحاول يراكل حاجز سحري. وبيبعد ويل بعد فشل الهجوم، لكنه بيتفاجأ بتعويذة من إدوارد بتصيب ظهره وبتوقعه على الأرض. ويل بيقوم من على الأرض بصعوبة، مش مصدق مدى قوة إدوارد اللي بيقدر يستخدم السحر من غير ما يردد التعويذة، وبيحول أضعف التعويذات لأسلحة فتاكة. في اللحظة دي كيكي بتدخل وهي مصابة، وإدوارد بيقول لويل إنه مش هيستخدم غير تعويذتين بس، هما النيران السوداء للهجوم وتعويذة الحاجز للدفاع عن نفسه. قبل ما ويل يتحرك، إدوارد بيبدأ يرد التعويذة، وبيظهر فوقه عدد كبير من الدوائر السحرية. ويل بيستنجد لأنه هيعمل مضاعفة لنفس التعويذة ويهاجمه بوابل من الضربات في نفس الوقت. ويل بيجري بكل سرعته علشان يهرب من هجمات إدوارد، لكن التعويذة بتتبعه في كل مكان. وبتصميم ويل بيوقف من جديد بعد ما اختبر قوة إدوارد الهائلة، وبيقول لو سيفي كان معايا كان الوضع اختلف تماما بالنسبة لي. بنروح لكولت اللي بتحط كتابها في خزانتها وبتسأل نفسها يا ترى إيه وضع أويل دلوقتي؟ وبعد لحظات من التفكير بتقول أكيد إدوارد بيعذبه
بما إنهم لوحدهم، وبيقطع تفكيرها دخول كيكي اللي بتنزف وواقفة قدام خزانة ويل، وبتفهم كولت إن كيكي عايزاها تفتح الخزانة، وبتستنتج إن ويل في خطر. نرجع لويل اللي واقع على الأرض، وإدوارد بيقرب منه وبيقوله بكل تكبر: لو ما قدرتش تهزمني فمجرد تفكيرك في إنك تبقى ماجية شيء مستحيل. وبيسأله: تفتكر كم ساحر واجه الآلاف من الأجزام اللي اتمردوا في الماضي؟ وبيضربوا على رأسه. ويل بيحاول يوقف، وإدوارد بكل غرور بيقوله: ساحر واحد بس كان كفيل إنه يقضي على آلاف الأقزام، وإن سياف زيك عمره ما كان هيكون في مستوى الساحر، لأن دي طبيعة العالم اللي إحنا عايشين فيه. ويل بيرد عليه: السبب ده ممكن يكون تافه في نظرك، لكني مش هستسلم، وهشوف الغروب من قمة البرج مع إلفي. في اللحظة دي كولت بتوصل وبتحدف السيف لويل، فبيسحبه وبيقف قدام إدوارد بكل إصرار. إدوارد بيطلق هجومه على ويل، لكن ويل بيدمر التعويذة بسيفه. إدوارد بيحاوطه بالنيران السوداء، وبيستعد يهاجمه بوابل من التعويذات. ويل بيحس بالخوف لأنه عارف قوة إدوارد كويس جدا، لكنه بيتغلب على خوفه، وبيفكر إن الطريقة الوحيدة للفوز على إدوارد هي تدمير الحاجز اللي بيحميه. وخلال لحظات السيوف بتمطر من كل مكان في اتجاه ويل، لكنه بيتفادى أول مجموعة من الهجمات اللي بتدمر جزء منه، وبسرعة كبيرة بيتجه ناحية إدوارد. وبيقول: رغم هزيمة الأقزام إلا إن واحد منهم قدر يوصل للساحر ويجرحه، ونتيجة لكده الأقزام حققوا هدفهم. ومع نهاية كلامه ويل بيستغل الدخان المتكون من هجمات إدوارد، وبينط في الهواء ويهاجمه بضربة قوية بتدمر الحاجز وبتسيب إدوارد بجرح في وشه. إدوارد بيخرج من المكان بغضب، وبيبلغه إنه نجح في الاختبار وحصل على 5 نقاط. بنشوف المديرة كادرون وجرام بيبدوا إعجابهم بقوة ويل ومهاراته اللي مكنته من الفوز على إدوارد رغم فرق القوة بينهم. يا ترى إيه اللي مستني ويل في الحلقات الجاية؟ وإيه مصيره مع إدوارد؟ ده كل ده وأكتر هنعرفه في الحلقات الجاية إن شاء الله. ما تنساش بقى لو كنت وصلت لحد هنا تحط لايك، وتتأكد إنك مشترك في القناة، وقلنا رأيك في حلقة النهاردة في الكومنتات.